عزيزي اهلا بيك في حلقه جديده من برنامج الاقوى في عالم الاضطرابات النفسيه، برنامجكم المفضل الاضطراب في الكبسوله. عزيزي اهلا بيك في حلقه جديده النهارده من اضطراب في الكبسوله. حلقتنا النهارده هنتكلم عن اضطراب مهم جدا تبع الاطفال، الا وهو اضطراب الطفوله التفككي او CDD. هو اضطراب نادر بس مهم جدا لانه مدمر للاطفال، والاضطراب ده مدمر لانه ببساطه تخيل كده طفلك بعد ما يكون اكتسب مهارات زي ان هو بيكون قدرته على ان هو الكلام او ان هو يحرك الحركات بتاعه الجسم بتاعه او ان هو حتى يتواصل مع اللي حواليه. كل المهارات دي بيبدا ان هو يفقدها تدريجيا، وكمان ده بيظهر في سن مثلا اكتر كمان من سن 3 سنين او 4 سنين. فتخيل مشكله كبيره بحجم قد ايه. وكمان الاضطراب ده مختلف عن باقي الاضطرابات مثلا زي التوحد. علي النعمه انت بتتكلم صح. من الاعراض الاضطراب ده هو فقدان التواصل الاجتماعي، زي ان هو يبدا بقى ينسحب من التفاعل الاجتماعي مع اللي حواليه او الاطفال اللي حواليه. وكمان ان هو يبدا ان هو يكون عنده مشكله في ان هو يعبر عن المشاعر اللي هو حاسس بيه. وكمان بيبقى عنده فقدان في المهارات الاتصال، زي ان هو يبدا يكون عنده صعوبه في استخدام الكلمات اللي هو كان بدا يتكلم عليها والجمل اللي هو كان اتعود عليه، ويكون عنده مشاكل اصلا في النطق كمان. وكمان بيبدا بقى يكون عنده مشاكل او تراجع في المهارات الحركيه، زي ان هو مثلا لو كان بدا ان هو يستخدم مثلا ان هو يكون يمشي او يستخدم ايده كويس، يبدا يكون عنده فقدان في التواصل او ان هو يقدر يستخدم الحركات اللي هو اتعود عليه. وكمان بيبقى عنده مشاكل في التحكم بالذات، ان هو بيبقى عنده مشاكل في التحكم في تصرفاته اليوميه وانفعالاته كمان. برافو عليك. واللي فات ده كان الاعراض. طب الاسباب بقى، بالنسبه للاسباب بتاعه الاضطراب ده لسه مش مفهومه بشكل كبير جدا للعلماء والباحثين، بس بنسبه كبيره بيقولوا ان هو مثلا ممكن تكون جينات، او ان هو الاضطراب ده ممكن يكون في بعض المشاكل في الوراثه. وكمان ممكن تكون بسبب البيئة المحيطة، ممكن البيئة كمان او ممكن بعض المشاكل اللي في البيئة زي المشاكل او ايا كان ممكن تأثر على تطور الدماغ. وبرضه ممكن يكون مشاكل في تطور الدماغ العصبية او الاعصاب بتاعة الطفل، فبيؤدي ان هو يحصل فقدان المهارات دي او المشاكل بتاعة اضطراب التفكك. فعشان اي اخصائي يقدر ان هو يبدأ يتكلم مع او ان هو يقدر يحدد الحالة دي، لازم طبعا يكون بيشخص تشخيص يكون دقيق جدا وموضوعي. وكمان في نفس الوقت ان هو لازم يقدم بعض الجلسات، يكون في بعض المقابلات مع اولياء الامور اللي هو الاطفال ديت، عشان يقدر يشوف نسبه التراجع، ويعتمد طبعا على قد ايه حصل تراجع في مهارات الاطفال دي. وكمان يشوف النمو العقلي والحركي بتاعه. من طرق العلاج المستخدمه مع الاضطراب او الحاله ديت هو العلاج السلوكي، اللي ساعتها بيبدا بقى ان هم يعلموا الاطفال المهارات اللي هو فقدها. وكمان برضو العلاج الوظيفي واللغوي، عشان يبدا يديله طرق او ان هو يقدر كمان يتعامل، يديله مهارات سواء الكلام او اللغه او ان هو مهارات التواصل مع اللي حواليه. وطبعا مش لازم اقول لك ان الدعم النفسي لازم يكون مهم جدا في المرحله. يا دين النبي ايه الحلاوه دي؟ عظمه على عظمه. وبكده يا عزيزي نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، ويا رب طبعا تكونوا استفدتم واستمتعتم بالحلقه. سلام.